فاجتمعنا مع السيد القنصل وبناء عليه ايه شروطك؟ بدك تتنازل؟ قلت لهم والله بدي بس بشروط. كان ليك شروط طبعا. طبعا. اول شيء ترد كرامه المصريين وكرامتي قدام العالم، لان جميع الناس شافت الفيديو. تمام. فلازم عشان نبدا عمليه التصالح لازم كرامتي ترد الاول. اكيد، ده اول حاجه. تقديم بضابط الشرطه انها تكون في تقديم في اكبر الجرايد. اعتذار رسمي يعني؟ اعتذار رسمي في جرايد مصريه ولا اردنيه؟ في اردنيه. اعتذار الي للشعب المصري. وثاني شيء الحمايه. ايه الحمايه يعني ايه؟ ازاي يعني ما حدش يتعرض لي. ان هم نفس الناس او حد من قبلهم ممكن يتعرض. وتم الموافقه تمت الموافقه وبرساله سياده القنصل والتنسيق معه. تم الجاء هنا في القنصليه امبارح، واليوم تم الجاء عند كبير شيوخ العشائر في العقبه. وكانت بوضع الصحة. طيب انت قلقان من حاجه بعد كده خالد؟ لا. قلقان انه يحصل اي ردود افعال بعد كده او مشاكل او حاجه تهدد مثلا وجودك في الاردن او عملك، حاجه زي كده؟ لا، انا بقالي 11 سنه عايش في امن وامان. يعني انت اسرتك هنا معاك ولا اسرتك في مصر؟ طب يا ترى رد فعل اسرتك على لما شافوا الفيديو؟ طبعا مشتاقين يعني، بس هم عرفوا شافوا الفيديو من بره برضو ولا عن طريق اليوتيوب عن طريق التلفزيون المصري. كان رد فعلهم ايه؟ اتصلوا بقى؟ كل الناس مشتاقين وكل الناس كانت متعاطفه معايا. انت من اي المحافظات؟ انا من البحيره. من البحيره. هل اسرتك كان ليها طلبات؟ قالوا لك لازم تعمل كذا، لازم تاخد حقك بالشكل الفلاني لما شافوا الفيديو؟ هم في الاول كانوا بيقولوا لي خليك ماشي مع القضاء وواصل يعني العمليه وحقك وبتاع. فالحمد لله يعني احنا عرفنا فعلا من خلال كتير من وسائل الاعلام انه في قضايا مرفوعه، وبرده سياده السفير خالد ثروت قال لي انا شخصيا في تسجيل خاص انه في احد القضايا مرفوع بخصوص حقك يعني استرداد. هل انت تنازلت عن هذه القضايا بعد الصلح اللي حصل او في طريقك للتنازل عنها؟ ولا ده امر وده امر ولا ايه؟ احنا ما قدمنا مبادره للصلح. بتحط